السلام عليكم. مع بداية فصل الشتاء والموسم الرسمي للزكام كوريا. والله يسهل عليك يا رب. ودخول الناس في حالة من التكتكة، بس غطوني احنا بنعمل ايه دلوقتي واحنا بنغطيك اهو؟ غطوني وداروا يلعبوا الحاج. طيب جدك الفرعون في عالم موازي كان عنده رأي تاني. انت بتعمل ايه يا عاطف؟ حران حران؟ لو لاحظت في النقوشات الموجودة على جدران المعابد بتاعة الفراعنة هتلاقي إن معظمهم إن لم يكن كلهم ظاهرين بلبس خفيف طول الوقت، وده بيخلينا نسأل هي الناس دي ما كانش عندها شتاء خالص؟ وللتوضيح في الموضوع ده، الشتاء على أيام جدك الفرعون ما كانش زي الشتاء على أيامنا كده، لأن جو مصر زمان كان بيميل للدفء طوال العام تقريبا. غير كمان ان جدك الفرعون كان راجل بيتوتي ما بيحبش يخرج من البيت بالليل، وكانت الافران اللي موجوده في البيوت بتدفي الجو اللي حواليه، وكمان لبسهم كان مصنوع من الكتان. والنقوشات الموجوده على جدران المعابد دي كانوا بينقشوها لانهم كانوا مؤمنين بالخلود والبعث بعد الموت، فكان بينقش شكله بهدوم خفيفه عشان الروح لما تيجي تتردله تبقى عارفه شكل الجسم اللي هتروح فيه. وكان دايما بيحب يرسم نفسه في احسن صوره، فكان بيحب يرسم نفسه بشكل حلو وبعضلات، برغم ان في الحقيقه ممكن يكون جنابه مدلدله عادي. يعني نقدر نعتبر جدران المعابد دي زي السوشيال ميديا بتاعتهم كده. يعني الفراعنه بالصلاه على النبي كده طلعوا هم مخترعين فكره الصوره اللي بفلتر وبس كده. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.